السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيماء، وهذا أول فيديو غادي نحطو في هذه القناة. بالنسبة لأي ربة بيت جالسة في الدار ما عندها ما يدار، قنطات باغا تعلم شي حاجة، تقدر تعلم الطرز، تعلم كروشيه، تعلم الخياطة، أي حاجة تقدر تعلموها في الدار. يعني ماشي ضروري تبقى جالسة في الدار ما عندك ما يدار، ولا ماشي ضروري أنك تخرجي للزنقة باش أنك تخدمي ولا شي حاجة. المهم هاد القناه غنبدا نحط فيها دي فيديو على الطرز، حيت انا بديت نتعلم الطرز. ومهم بغيت نبدا نشارك معكم داكشي اللي تعلمت وداكشي اللي كندير، ونبقى نحط يعني بطريقه مبسطه. يعني غادي نشرح بطريقه مبسطه كيفاش غادي تخدمي الغرزه من الاول حتى الاخر. المهم اول درس غادي نديرو هو ديال هاد الورده هادي، الشكل ديال هاد الورده، كيفاش انها تخدم بطريقه اللي سهله، وفي نفس الوقت ما يبقاوش لي ديفو، ما يبقاوش الديفويات تما، باش الورده تبان زوينه، تبان هي هذيك. يعني ما يبانوش هاد الدوائر هادو اللي هنا، ما يبانوش على برا، ما يبانوش داك الخيوط اللي كيبانوا هنا. المهم داكشي يجي هو هذاك. المهم غادي نبداو على بركه الله، وبسم الله. اول حاجه عندي هنايا خيط اللي درتو على 8 ديال الفتلات. انا درت جوج الالوان، تقدري ديري لون واحد يعني اللي بغيتي. بسم الله. المهم اهم شيء هو الدائره خصها تجي يعني مقاده، يعني تسميها باش ما كان درهم، مغلقه ديال القرعه، اي حاجه. هنا عندنا النقطه ديال البدايه، هذا هو المركز، النقطه ديال البدايه. كنرسموا هاد الخطوط هادو اللي هنا، حيت هما اللي غادي نمشيو عليهم. 5 ديال الخطوط، 3 5. غادي نبداو. بسم الله. اول شيء غنبداو هنا، غادي الابره غادي ندخلوها في داك النقطه، يعني المركز. كنزيروش الخيط بزاف ما كيجبدش لينا الثوب. كنمشيو بنفس الطريقه. المهم كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني الطريقه باينه وواضحه. كتدخل من هنا، كنبقاو خدامين على المركز، من هنا للمركز، من هنا للمركز، يعني تنكملوا هاد الاضلاع ب5. هنا غادي نبداو الخدمه ديالنا. كنخرج الابره من هنا، هاد القنت، وغادي نبداو ندخلوا الخيط ما بين هاد الاضلع هادو. غادي نخليو واحده وغادي ندخلوها في الثانيه، سهله ماشي شي يعني ما صعيباش. غادي نخليو وحده وغادي ندخلوها في الثانيه، نخليو هادي وندخلوها هنا. نبقاو غاديين بنفس الطريقه، ما نزيروش الخيط.
كيف ما كتشوفوا هنا في السليسه غادي نبداو نخدموا دابا هاد الجناب باش ما يبقاش يبان لينا ستيلو من هنا. وهاد الخيوط اللي كاينين هنا في الجناب غادي نخدموهم بغرزه الفرع البسيط. ويعني ماشي غادي نجيو نقبطو نخشيو يعني هكا صافي نجمعوهم طويل، يعني غيبقاو كيبانوا داك الخيوط، يعني نديكوريوها واحد شويه من الجناب. المهم نخشيو هنا نخرجوهم بهذا الشكل هذا. غادي نخدموها كامله بنفس الطريقه من كيف ما شفتوا. غادي نخدمها كلها بنفس الطريقه. ناخذ هنا ندخلوها هنا نخرجوها من الوسط ديالها بهذا الشكل هذا. نبقاو غاديين بنفس الطريقه تنوصلوا لنقطه البدايه منين حبسنا وبدينا الغرزه ديال الفرع البسيط. هنا في السليس الدائره ديالي كامله بداك غرزه الفرع البسيط، يعني من البدايه الدائره كامله حتى لهنا من نقطه البدايه. غادي نتفل الخيط ولكن غادي نجي هنا لداخل غادي ندفن الخيط. كانت هي هذه الورده ديالنا. المهم يعني تقدروا ديروها باحجام واحده اخرى، يعني ماشي ضروري تكون كبيره. المهم تقدر تكون كبيره هكا، تقدر تكون موين، تقدر تكون صغيره على حسب داكشي اللي بغيتو. المهم هذا هو اول فيديو، هذه هي اول غرزه غادي نخدموها، ونتمنى ان شاء الله نكون مفيده وتهلاو في راسكم، واش انكم تخليو معكم لايك وتبارطاجيو مع صحابكم وديروا متابعه. المهم تهلاو. هذا هو اخر فيديو، الغرزه واحده اخرى ان شاء الله. باي باي.